ممرات المدرسة المخيفة يلي شهدت أبشع الجرائم والحوادث وصارت مليئة بالأشباح والأرواح يلي بتسعى للانتقام. بيبدأ الفيلم بوحدة اسمها أونهي، بتكون اتطوعت للمدرسة كنائبة للمديرة، وأونهي بالأساس كانت تلميذة بهاي المدرسة لما كانت صغيرة، ولما بتصل على المدرسة بيرحبوا فيها كل الموجودين، ومنعرف إنه بالمدرسة صار في سلسلة انتحارات من الطلاب. بس الغريب بالموضوع إنه ما بيكونوا عارفانين إذا انتحروا بإرادتهم أو الأشباح هي اللي عملت هالشي. ومنعرف إنه أي حدا بيدخل على المستودع يلي ماتوا فيه مشان ينظفوا بيموت هو كمان. وبتبلش أونهي بأول يوم للعمل إلها بالمدرسة، وبتقلن المديرة إنه شكلها مألوف بالنسبة لإلها. وبتكون أونهي عم تتفتل بالمدرسة وعم تتذكر الماضي تبعها، وبصير يظهر لها شغلات مخيفة. بعدها بتشوف طالبة واقفة بباحة المدرسة تحت المطر، فبتركض بسرعة لعندها مشان تدخلها لجوا، بس هي البنت بتصير تهرب منها، وأونهي بتصير تلحقها لحد ما بتصل لمكتبة المدرسة. فبتفوت على المكتبة وبتشوف بنت قاعدة وبتسألها إذا شافت حدا دخل، بس بتقلها أنها ما شافت أي حدا. بعدين بتعزمها واحدة من الطلاب على محل جدتها مشان تشرب عصير، وهن بالمحل بتطلع فيها الجدة بطريقة غريبة وكأنه عاملة شي فظيع من زمان. وبيقعدوا مع الطلاب وبيصيروا يسألوها عن الشغلات يلي صارت من زمان بالمدرسة، وبشكل خاص بالطابق الثالث، وعن الشبح يلي بيخطف البنات وبيقتلهم بمخزن المدرسة، وإنه كلهم بيخافوا من هذا الطابق وما حدا بيقرب منه. فهي بتاخد حكيهم بالمزح وما بتحكي لهم عن أي شيء. وبعدها منشوف إشاعة انتشرت بالمدرسة عن بنت ماتت من زمان كتير، وإنه كل سنة بيشوفوا دم بالمكان يلي ماتت فيه. ولما بتكون أونهي بمكتبها بتجي لعندها بنت اسمها يونغ، وبتقلها إنه الأستاذ بارك عم بيتحرش فيها، ولما بيشوفوا الكاميرات مشان يتأكدوا بتطلع أنها عم تكذب وإنها معجبة فيه. ولما بتجي أونهي وبتحكيها وبتعاتبها على الكذب تبعها، بتقلها إنه هي مو معجبة فيه، وإنه كل هالشي مو صح، وإنه المديرة خبيثة وبتتركها وبتمشي. وأونهي لما بتكون بالبيت بتجي الطالبة من برا وبتكسر لها إزاز بيتها، فبتطلع لعندها فوراً وبتسألها هي جابت هي القطعة اللي كسرت فيها الإزاز منين. بعدها بتروح أونهي على المدرسة بالليل، وبتطلع على الطابق الثالث وبتصير تسمع صوت غناء مخيف جاية من غرفة من الغرف، وكانت القطعة اللي انرمت لعندها على البيت هي تبع الباب تبع هي الغرفة. فبتفوت على الغرفة وبتصير تسمع صوت الغنى عم يقرب أكتر وأكتر، وفجأة بتشوف بنت واقفة بحديقة المدرسة، فبتطلع لعندها فوراً، وهي برا بتحس إنه في حدا وراها، وبتشوف بنت غريبة واقفة وعم ترمي عليها شغلات. تاني يوم بالمدرسة بتستدعيها المديرة، وبتقلها إنه تم طرد يونغ من المدرسة بسبب الإشاعات اللي عم تنشرها. بس أنهي بترفض طردها، وبترفض ترد على المديرة لما بتسألها بأي سنة هي كانت بهي المدرسة، وبتقولن إنها ما لها متذكرة وبتمشي. ولما بتكون أونهي ماشية بالشارع بتحس إنه في حدا وراها، وأول ما بتنتهر بتلاقي بنت واقفة وبتدعسها سيارة، وفجأة بتلاقي هاي البنت شكلها مرعب ومخيف، فبتنهار أونهي. بعدها بتروح لعند الدكتور النفسي تبعه وبتخبرها إنه في بنت عم تلاحقها، وإنه بدها تعرف مين هي البنت. فبتعملها الدكتورة جلسة تنويم مغناطيسي، وبتبلش ترجع أونهي بذكرياتها لورا أيام ما كانت طالبة بهي المدرسة، وبتتذكر صديقتها المقربة جيونغ والهدايا اللي كانوا بيعملوها لبعض. بس فجأة بتبلش تتذكر ذكريات مرعبة ومخيفة عن جيونغ، وبتترك الجلسة وبتمشي. ومنشوف الطالبة يلي بهي المدرسة ميسوك بتكون عم تسأل جدتها عن نائبة المديرة الجديدة، بس فجأة منلاحظ إنه تعابير وش الجدة تغير، وبتطردها لميسوك من المحل تبعها، وهذا الشي بيكون زود شكوك الطلاب أكتر اتجاهها. ومنشوف إنه هايونغ عم تراقب أونهي وهي طالعة من مخزن المدرسة، ولما بتطلع أونهي بتفوت هايونغ على المكان وبتلاقي سطل كله دود، وفجأة بتلاقي أونهي وراها وبتقلها شو عم تعملي بهذا المكان. فبتقلها هيون إنه لقيت اسمها موجودة على سطل الزريعة هي وبنت اسمها جيونغ، وبتقلها إنها بتحس إنه في حدا موجود بهذا المكان. فبتقلها أونهي بتكون صديقتها يلي ماتت من أيام الثانوي، وبتحاول أونهي إنه تطلعها من هذا المكان، بس هيونغ بترفض، وبتقلها إنه صديقتها كمان ماتت بهذا المكان، وبتقلها إنه كمان ما بدها تدخل، بس ختم صديقتها هو يلي دلعها هذا المكان. وبتاخد أونهي هيونغ وبتهرب من المكان فوراً، وبيكون في حدا مخيف عم يلاحقهم، وبيكون يلي عم يلاحقهم هو صديقتها جيونغ، بس شكلها مخيف وغريب كتير. فبترجع أونهي على بيتها وبتكون منهارة، وهي متسطحة فجأة بتلاقي إيد الباب تبع المستودع عندها بالبيت، وفجأة بتظهر جيونغ من وراها، فبتحاول أونهي إنها تهرب، بس جيون بتكسر الباب فبتنهار أونهي بشكل كامل. وتاني يوم بالمدرسة بتيجي لعند أونهي طالبة اسمها يوجي، وبتورجيها فيديو لطالبة مع الأستاذ بارك، وبتقول ليوجي إنها بتغار منها، وإنه الأستاذ بارك على طول بيعطيها علامات عالية وله علاقة بإمها. وبتصير أونهي تفكر بحكي هيونغ وتصرفاتها، وإنه المدرس بارك ممكن يكون عن جد متحرش. ومنشوف طالبتين فاتوا على حمام المستودع يلي كانت على طول تحصل فيه حالات الانتحار للطالبات، وفجأة ببلشوا يسمعوا صوت غناء مخيف. بعدها بيفوت لعندهم الأمن وبيطلعهم من المكان، وبتشوف هيونغ المدرس بارك ماشي ورا جيونغ، فبتهدده إنه يبعد عنها، بس فجأة بتتغير ملامح بارك
وبيقلها تبعد عنه وما رح يعجب فيها بتصرفاتها هي وبيمشي. وبتصير هيونغ بتتذكر صديقتها يلي انتحرت بسبب بارك، وإنه كان معه صور لإلن وعم يهددهم فيها. بعدها بتروح أونهي على بيت المدرس بارك وبتلاقي جيونغ هنيك، وهو ببلش يعتذر لها لأنه هو ما أجبرها لتجي لعنده، وبيطلب منها إنها ما تكبر الموضوع مشان سمعتها. بس فجأة بتهجم عليه أونهي وبتصير تضربه وتخنقه، وبتصير تحاول جيونغ إنه تخليها تتركه لحد ما بتتركه عن جد، وبتاخد الموبايل وبتمشي. تاني يوم بتطلب المديرة تقابل أونهي وبتقلها إنها عرفت يلي صار، وإنه لازم تسكت وما تعمل مشكلة مشان ما تدمر سمعة المدرسة. والأهالي كمان عرفوا إنه أونهي بتزور طبيب نفسي، وبلشوا ياخدوا حذرهم منها لأنهم عينوا نائبة مجنونة. فبتعتذر لأونهي وبتمشي. بالليل بتصير تسمع المديرة صوت بنتها عم تبكي بالمدرسة، والخزانات كلها بتصير تفتح بشكل مخيف، لحد ما فجأة بتظهر بنته بتقتل المديرة. وبتبلش بعدين تظهر صور لجيونغ بالمدرسة، وبتتذكر أونهي الحكي اللي قالته جيونغ عن المدرس بارك، وإنه خلاها تسكر وصورها وبلش يهددها بهي الصور مشان تعمل اللي بده إياه. وبتشوف فيديو لهيونغ وهي عم تحاول تتحايل على المدرس بارك لحتى يترك صديقتها سونغ يونغ يلي انتحرت بسببه وما ينشر صورهم. وبتصير أونهي تتصل بهيونغ وتدور عليها مشان ما تعمل أي شيء بالمدرس بارك. ومنشوفها هيونغ راحت لعند المدرس بارك وقالت له إنه نسيت الموبايل تبعها بمستودع المدرسة، وعليه تهديداته لألون، وإذا ما لقاه ما رح يكون هالشي من صالحه. وبالفعل بيروح وبينزل معها على المستودع مشان يدور على الموبايل لحد ما بيلاقيه، وبتصير تحاول هيونغ إنه تقتله، بس هو بيتفشى وبصير يضربها لحد ما بيغمى عليها. وفجأة بتفوت لعندهم أونهي وبتسأله عن هيونغ لحد ما بتلاقيها واقعة على الأرض، ولما بتقرب منها لتنقذها بيهجم عليها بارك وبيضل يخنقها، بس بتقدر تهرب منه وبيوقع بارك على راسه وبتصير تضربه وبتحبسه. وبارك بيلاقي جثة طالبة ميتة قدامه وبينهار لحد ما بيطلع من هالمكان، وبصير يضرب أونهي وهي عم تحاول تنقذ هيونغ. وبعدها بصير يهددها إذا ما حكت وين موبايله، فبتخبره أونهي وبيتركهم وبيروح مشان يجيب الموبايل. بس فجأة بيلاقي أونهي وراه وبتقتله، وبتروح بتنقذ هيونغ وبتكسر موبايل بارك. تاني يوم بتتكركب المدرسة كتير على موت بارك، وبيفكروا الطالبات إنه شبح المدرسة هو يلي عمل هالشي، وبيعرفوا كمان إنه يوجي هي يلي نشرت صور جيونغ. بس هي بتتذكر هالشي وبتقوم بتمشي، وهي ماشية فجأة بتصير تسمع صوت أغاني جاية من الخزانات تبع الطالبات، ولما بتفتح واحدة من هدول الخزانات بتلاقي المديرة جواتها وبتكون عم تنازع ولسه مالها ميتة. والشرطة بتقبض على أونهي بتهمة إنها قتلت المدرس بارك. ومنشوف 2 من الطالبات راحوا على الحمام مشان يكتشفوا الشبح يلي جواته، وبالفعل ببلشوا يسمعوا صوت غناء جاي منه لحد ما بيلاقوا السقف عم ينقط دم وبتوقع عليهم الجثة. ومنشوف الشرطة بلشوا التحقيق مع أونهي وبيسألوها إذا هي اللي قتلت المدرس بارك ولا لا، وهي بتعترف فعلا إنه هي قتلته لأنه كان عم يتحرش بالطالبات. وبيقولوا لها إنه لقوا راس مقطوع بالمستودع، وبيسألوها إذا هي اللي قتلته ولا لا ومين يلي عمل هالشي، فبتقولن إنها جيون وهي جيون السبب. ولما بيسألوها مين هي بتقولن إنها كانت معها بالمدرسة وماتت من زمان، بس المحققين ما بيصدقوها. ومنشوف الجدة بلشت تحكي لحفيدتها إنه أونهي وجيون كانوا كتير رفقات وكانوا يسهروا ويتعلموا الموسيقى بالمدرسة لحد ما هجم عليهم 2 ضباط أيام الاحتلال وقتلوا الحارس تبع المدرسة، وواحد منهم اعتدى على جيون وقتلها، بس أونهي قدرت تهرب منهم، ومن ساعتها أونهي عم تمر بحالة نفسية. ومنعرف إنها فعلا مجنونة وهي اللي اعتدت على المديرة بالضرب، لأنه من زمان كانت مديرتها بالمدرسة لما كانت طالبة، ولما عرفت بحادثة جيون ويلي صار معها مع الضباط قالت لها تسكت وما تخبر حدا بأي شيء ولا أي شيء عن يلي صار مع جيون، يا أما رح تموت عيلتها ورح تدمر سمعة المدرسة كلها. مشان هيك أونهي حاولت تقتلها مشان تنتقم منها، وضلت أونهي تتعالج نفسياً بالسجن بسبب يلي مرت فيه. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.